السلام عليكم شباب، معكم وليد من قناة كريد وليد. بعد تجربتنا للموقع وطلب المنتجات التي قمنا بوضعها في الجزء الأول من الفيديو، جئناكم بالجزء الثاني، وهو للأسف لم أريد أن أقوم بعمل هذا الفيديو، لكن بعض أشخاص تركوا لي أسئلة لأقوم بالإجابة عليها، وهل هي المنتجات. وبعد مشاهدتي لبعض الفيديو الذي قاموا بعمله اليوتيوبر، فأردت أن أقوم بعمل هذا الشيء وأضع لكم النقاط التي كانت مشكلة في التوصيل ومشكلة أيضا في المنتجات التي قمت بطلبها. قمنا بطلب منتج في صورة، ولكن المنتج عندما يصل بصورة أخرى، منتج جميل في الصورة لكن في الحقيقة ليس هو الذي قمنا بطلبه. فخليكم معنا، راح نشاهد هذا الفيديو وراح نعرض لكم المنتجات التي قمنا بطلبها بالفيديو والمنتجات التي كانت في الصورة، ونقارن بينها ونشاهد هذا المشكل مع بعض. والآن يا شباب سوف نقوم بمشاهدة الطلبات التي قمت بطلبها والطلبات الكارثية التي وصلتني. فأولا قمنا بطلب الترايبود واللوازم الخاصة بالبيت. فاللوازم الخاصة بالبيت هي حديدية وليست بنوع جيد، وسوف تشاهدون كل شيء في الصورة. لكن أولا سوف نذهب إلى الترايبود. فالترايبود الذي قمنا بطلبه هذا هو، في الصورة كما تشاهدون هذا هو الترايبود، وكما في تقريب الصورة بهذا الشكل جيد جدا. فهنا كما تشاهدون مسكة اليد جميلة، وهنا مربع الشكل، زائد هذه الدائرة لكي نقوم بارتفاع تحكم في ارتفاع الترايبود. وهنا في الأسفل كما تشاهدون يوجد قفلات جيدة جدا وليست من النوع الرديء. وهنا الجهة الثانية للترايبود كما تشاهدون، هنا دائما دائرات جيدة في الإحكام. وهنا تشاهدون كتابة صغيرة، وهو نوع الترايبود هو ترايبود صيني وليس فرنسي فهو صيني، لكن بنوع جيد ليس رديء مثل الذي وصلني. هذا هو الترايبود الذي قمنا بطلبه. راح نذهب الآن إلى الترايبود الذي وصلني، فلقد قمت بعمل فيديو له بعد فتحنا للصندوق، وأنا كنت أحب فتح هذا ووضعه في القناة، لكن للأسف لم يكن في حسن الحظ. قمت بفتح الترايبود لم يكن هو الترايبود الذي قمت بطلبه. وهنا عرفت أن الترايبود الذي قمت بطلبه لم يصل ووصلني شيء آخر. فأقوم بعمل فيديو ثاني لكي نقوم بمشاهدة الفيديو بشكل الكامل، ورح نتوقف في بعض الأشياء. راح نتوقف بالنسبة هنا، فكما شاهدتم هنا لا توجد دائرة وهنا توجد دائرة. هذه أشياء بسيطة لكن تضيع لك المال، لأن الترايبود رديء جدا. كما تشاهدون هنا دائرة صغيرة وهنا لا توجد دائرة صغيرة. نذهب إلى الشيء الثاني. لو نشاهد هنا يد الإمساك كانت بلاستيكية والأخرى كانت فيها بعض من الحديد. كما تشاهدون طويلة جدا، الطول الحديد طويل والأسود أيضا طويل، وهذا ما يسهل عليك تدوير الكاميرا أو أي شيء تقوم بإلصاقه. والشيء الثاني هنا لا يوجد هذا الشيء، فيده كانت صغيرة جدا. ونذهب إلى الترايبود الثاني الذي قمنا بطلبه، فهو مربع الشكل، وهنا لم يكن بمربع الشكل. فكما تشاهدون هنا ليس بمربع الشكل. هذا أول شيء لم يعجبني في التوصيل. قمت الآن بنسخ الفيديو الثاني لمشاهدته، وهو تقريبا المشكل الذي حدث لي عندما أردت أن أقوم بفتح الترايبود وعمل له فيديو. لهذا ترددت عن عمل هذا الفيديو.
يعني الترايبود. كما تشاهدون عندما أردت أن أقوم بفتح الترايبود، شاهد هذه اللحظة التي تم انفصال الترايبود، يعني انفصال الترايبود عن النصف الآخر. يعني انظروا كما تشاهدون هنا الترايبود لقد انفصل، وهذا ما كنت أتكلم عليه. إنه لا توجد، دقيقة نقوم بتوقيف الفيديو. لا توجد هذه الدائرة التي تكلمت عليها. فكما تشاهدون هنا توجد دائرة صغيرة. أنا نقوم بتكبير الصورة لكي نعرضها لكم. هنا توجد دائرة صغيرة، وفي الفيديو هذا لا توجد دائرة، لهذا انفصل مني الترايبود بهذا الشكل، وكان صعب جدا لأقوم بتركيبه بعد انفصاله. فكما تشاهدون الترايبود ليس بشكل كبير يعني، وهناك مشكل في الترايبود وهو الاهتزاز، لأن لا توجد دائرة لتدوير يعني الترايبود على حسب الارتفاع، فكانت هناك اهتزاز في الترايبود. وثاني شيء وهو قمنا بطلبه أيضا، وهو هذا القطعة الحديدية السوداء. وهو القطعة الحديدية السوداء هذه من نوع الرفيع، يعني النوع الجيد تأتي سوداء بهذا الشكل، يعني حتى لوازم البيت تأتي سوداء، يعني هذا نوع رفيع من الحديد. لكن المشكل وهي التي وصلتني لم تكن بهذا الشكل، فكانت فيها بعض الورود البيضاء. فكما تشاهدون هذا بعد تجربتنا له، هذه كانت بعد تجربتي له، وقمنا بوضع فيه الحل لنقوم بتجربتها، لكن نجحت في الاختبار ولم يحدث لها شيء. فهذا كان بعض الشيء يعني جيد في المشتريات التي قمت بطلبها. الآن سوف نذهب إلى المرحلة الثانية، يعني وهي الكهرباء. يعني نضغط هنا، أيضا يوجد مشكل في الكهرباء. فبعد قمنا بطلب LED يعني ملون، وهنا المشكلة الكبيرة التي واجهتني، وهو يعني الصورة لا تعبر عن المنتج الذي قمت بطلبه. وأنا أؤكد كلامي في هذا الموضوع، وأنا أواجهكم بكل الدلائل. توجد عندي صور وتوجد عندي فيديو. فلو نشاهد هنا، يعني سوف أقوم بتكبير الصورة. لو نشاهد هنا يعني بالتفصيل الواحد، هذا الشاحن الخاص بضوء LED، يعني مزود الطاقة، وهو يعطيك بطاقة 12 فولت. فكما تشاهدون هو شاحن كبير يعني أصلي، وزائد كابل، هو يشبه كابل الحاسوب يعني، وهذا الشاحن أصلي. لكن المشكل في LED التي وصلتني كان بها هذا الشاحن، يعني هو شاحن صيني 100%، وليس يعني تستطيع أن تقول 2000%. فهذا الشاحن الذي وصلني مع LED. نذهب إلى الشيء الثاني، وهو يعني موزع الكهرباء، وهو يشتغل بال يعني ريموت كنترول. هذا المتواجد هنا الأبيض. فلو نقوم بتكبير الصورة يعني بشكل كبير، سوف تشاهدون الشكل. هنا الصورة تبان واضحة، يعني الشاحن لو تشاهدون يعني كتابة صحيحة، وهو شاحن أصلي 100%، وهو الخاص بال LED. لكن الذي وصلني كان ضعيف جدا، وراح أعطيكم صورته الآن لمشاهدة يعني الفرق. ليس هذا هو الشاحن الذي قمت بطلبه. فالشاحن الذي قمت بطلبه يعني لو نقوم بعمل مقارنة بين هذا الشاحن وهذا الشاحن، فهذا الشاحن صيني، الشاحن الأسفل هو الصيني، أما الشاحن الأول وهو يعني الشاحن الصحيح، يعني وليس الشاحن بل هو موزع يعني أضواء. يعني عندما تضغط بالريموت كنترول فهو الذي يقوم بتوزيع الضوء. راح يعني نمر على هذه الأشياء ونذهب إلى الشيء الآخر، وهو الذي يعني نال نرفزتي، فهو الريموت كنترول الخاص بالجهاز. فكما تشاهدون الريموت كنترول هنا طويلة جدا، وفيها بعض المميزات جميلة كبيرة أيضا، مميزات جيدة، يعني مميزات جيدة وكبيرة أيضا. فالشاحن يعني الريموت كنترول الذي وصلتني فهي صغيرة، يعني نصف الريموت كنترول التي في الصورة. فلو نقارنها فهي نصف الريموت كنترول التي في الصورة. أيضا الألوان التي موجودة في الريموت كنترول
ليست أيضا الألوان الموجودة في ال LED، وهذا ما يؤكد أن الريموت كنترول ليست يعني بالريموت كنترول صحيحة، فهي مقلدة جدا. فالريموت كنترول هذه مقلدة وليست مثل الصحيحة، فالصحيحة لها ألوان يعني مطابقة للألوان التي يتركها ال LED، وهذه الألوان الموجودة في الريموت الصغيرة هي ضعيفة جدا، يعني ليست حقيقية. هذه الألوان يعني ألوان كما تشاهدون ليست حقيقية. وال LED هنا كما تشاهدون يعني ال LED الذي وصلني ليس بهذه الكبر، يعني لو شاهدتم هنا الصورة يأتيكم بشيء كبير، وهنا يعطيكم ال LED يعني فيه وصلتين، كما نقول نحن في العامية واحدة مال واحدة فمال، لكن التي وصلتني توجد فيها مال واحد وليس لها فمال، فهي قطعة خيط فقط. كما تشاهدون هذه ال LED التي وصلتني وهي صغيرة وتوجد فيها مال واحد وليس فمال، فهنا في الصورة توجد مال وفمال، كما تشاهدون هنا مال وهنا فمال، يعني في النهاية مال وفي المقدمة فمال، فتستطيع أن تأخذ 4 أو 5 يعني من هذا المنتج وتربطها مع بعض ويأتيك بشاحن واحد ومحول واحد. فهنا لا توجد عندي هذا الشيء، ولهذا قمت بتصويره. فهنا يوجد عندي مال واحد وليس فمال ومال، يعني ليكون في علمكم مال واحد، فهذا يعني فمال واحد وليس له مال، فهذا هو الشيء الذي نال أيضا نرفزتي، ولهذا قمت بعمل هذا الفيديو لكم لكي تعرفون أن المنتج ونذهب إلى المنتج الثاني وهو الخاص ب يعني الدراجة. قمت بطلبه أيضا، فهنا قمت بطلب هذا المنتج قمت بطلبه، لكن جاءني منتج رديء، يعني نفس النوع لكن رداء لا نتكلم عنه، يعني رديء بمعنى الكلمة. فراح أعطيكم نظرة عليه هو أيضا. فهذا هو فتح العلبة الخاصة به. فقلت لكم أردت أن أقوم بعمل الفيديو لكن لا أستطيع عمله، لأني لو عملت هذا الفيديو سوف أغشكم، يعني من ناحية التوصيل وكل شيء جيد، لكن من ناحية منتجات فهي رديئة. كيف يكون التوصيل بشكل جيد والرداءة يعني بهذا الشكل؟ وسوف أتكلم في آخر الفيديو كيف يتم توصيلها، يعني ليست جوميا هي التي تقوم بتوصيل هذا الشيء. فكما تشاهدون هذا هو القطعة التي قمت بطلبها، يعني وعندما قمت بتركيبها على الدراجة ظهر لي مشكل والقطعة تلفت مني أيضا. لن أقوم بعملها وهي ب 1700 دينار جزائري، ولن أقوم بعملها ولا يوم واحد. فعندما قمت بتركيبها فسوف تشاهدون المشكل الذي حصل لي عندما قمت بتركيبها هنا. فكما تشاهدون أنا أقوم بتوقيف، فلقد انفصل يعني البلاستيك عن نفسه هنا، وهذا ما أدى إلى تكسر هذه القطعة. فكما تشاهدون هنا يوجد شيء أبيض، لو قمتم به يعني توقيف الفيديو وزيادة في دقة الفيديو سوف تشاهدون هذا الشيء. فلماذا يقوم هذا الموقع بإرسال طلبات؟ يعني شيء رديء، والله لا شيء رديء. وقمت بإلغاء هذه الطلبات الأخرى التي قمت بطلبها ولم تصل، قمت بإلغائها لأني قمت بطلب يعني LED 2 LED. فكما تشاهدون طلبيات قمت بطلب 2 LED، والمدة التي استغرقتها LED للوصول إلى البيت وهي 10 أيام. فالأولى وصلتني في أسبوع والثانية وصلت في أيام، فماذا أقوم بعملها؟ وكما شاهدتم في هذا الفيديو المنتجات التي قمنا بطلبها ليست هي التي وصلت. ولأضيف لكم شيء، وأن المنتجات التي قمنا بطلبها لم تكن شركة جوميا التي توصلها، بل كانت تتعامل مع شركات صغيرة يعني التي تقوم بالتوصيل عبر الفيسبوك. فكما نعلمون أن كل الجزائريين يشترون منتجات عبر الفيسبوك، وتقوم بعض الشركات الصغيرة بتوصيلها وتأخذ عليها مبلغ. فجوميا كانت تتواصل مع هذه الشركات
وتقوم بتوصيلها يعني. لما تكلمت مع بعض الأشخاص الذين يقومون بتوصيل هذه المنتجات، رد علي بأن جوميا تأكل مال الجزائريين فقط، وهي لا تقوم بإرسال المنتجات الصحيحة. فبهذه الطريقة تكلم معي المرسل: جوميا سوف تأكل لك كل مالك يعني بدون فائدة. يعني هذا صحيح وكلام صحيح، وأنا متأكد من هذا الكلام يعني، وأنا أقوله أنا متأكد ولي دلائل. والشخص الذي تكلم معي هو يعمل في موقع جوميا أيضا، فقال لي: وليد، إن جوميا تأكل لكم مالكم فقط، ولا تقوم بوضع لكم المنتجات الصحيحة، وهي منتجات خاطئة أيضا. فهذا المشكل حدث لي ولم أريد أن يحدث لكم. فكان في فيديو الأول كيف قمت بطلب المنتجات، وهذا الجزء الثاني وهو للأسف الجزء الذي لم أريد أن أقوم بعمله، لكن بعد طلباتكم قمت بعمل هذا الفيديو لكي أشرح المشاكل التي واجهتني مع موقع جوميا. كان معكم وليد. لا تنسوا الضغط على اللايك والاشتراك في القناة، وتعليقاتكم جدا تهمنا. سلام.